السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل الفلافل وهنعمل حشو الفلافل، يعني هنعمل الفلافل المحشية والفلافل السادة، وهنعرف نعمل الحشو بتاعها ان شاء الله. قبل ما نبدأ نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجة انا جبت نص كيلو من الفول المدشوش، نقيته ونقعته في مية ليلة كاملة، يعني من بالليل للصبح. كمان هجيب بصلتين 3 حلوين كده، وحزمة حزمة بقدونس، وحزمة كزبرة وشبت وكرات. هناخد بقى حبة من البصل، حبة من الخضار، حبة من الفول المدشوش، وهنطحنهم مع بعض في الكبة. انا هطحنهم على مرتين. خدت كده حبة من كل حاجة وهنحطهم في الكبة ونطحنهم مع بعض. هنجيب حاجة نحط فيها بالسباتشولا كده، النازل اللي في الحروف او اللي في الجناب، وهنعمل تاني حبة. المهم انت هتطحنيها، شوف بقى انت ومطحنتك وقوة المطحنة عندك. كده بقى هنطحن الكمية كلها وهرجع لكم تاني. كده طحنت المجموعة كلها او الكمية كلها. هنحط حبة كزبرة وكمون، وهنحط ملح، وعلى الكمية دي كلها هنحط نص معلقة صغيرة، معلقة الشاي نص معلقة صغيرة على كيلو الفول، نص معلقة صغيرة من الكربونات. متحطيش اكتر عشان كده هتبوظ، يعني نص معلقة على الكيلو بتاع الكربونات عفوا، نص معلقة الشاي كربوناته على كيلو فول. هتقلبي الخليط كويس. واحنا في الخليط في الفرن، بس طبعا مع المونتاج شلتها، حطيت توم. اكيد لازم تحطي توم طبعا. يبقى الفلافل المكونات بتاعتها فول وتوم وبصل، بقدونس وكزبرة وشبت، ولو في كرات يبقى جميل. كده دي الكمية كلها اللي عملتها، هتحطيها في الفريزر هتكفيكي فترة طويلة قوي. كده هنعمل الحشو. هنجيب تحطي طاسة على النار، هتحطي فيها حبة زيت صغيرين، وهتجيبي البهارات اللي انت هتحطيهم على الحشوة. هي عبارة عن كمون وكزبرة وبابريكا. تحطيهم كده في حبة الزيت لغاية لما يطلع، بس تطلع ريحتهم كده حاجة بسيطة. وبعدين على طول هتحطي البصل. هي مكوناتها بسيطة جدا، يدوبك بصل وفلفل احمر حامي بقى او بارد، شطة اللي يعجبك، بس ما فيش مكونات تانية. هتقلبي البصل كده كويس. احنا مش عايزين نحمر البصل، احنا عايزين ندبلها تتبيل. هنحط الفلفل ده احمر حامي بارد، كل واحد ومزاجه يعني. ممكن تحطي فلفل، ممكن تحطي هريسه، لو عندك هريسه شطه حطيها اللي يعجبك. وهنحط معلقه توم محترمه كده. هتقلبي بقى الخليط كده مع بعضه كويس شويه كده في الزيت لغايه ما تطلع ريحه التومه. هتحطي حبه ملح، مع التقليب احنا عايزين ندبل الخضره اللي حطيناها مع البصل. هتحطي كمان معاهم، بس وصلت لونها ايه، حبه ميه صغيره، بس كوبايه دي كوبايه صغيره خالص. هنحط لها ميه وهنسيبها لغايه لما تستوي، يعني لغايه لما تشرب ميتها تاني وما يبقاش فيه ميه خالص.
بصي وصلت لدرجة ايه. حته بقى جميلة قوي. حشو الفلافل دي تحفة. ممكن تحشي الفلافل بسطرمة، ممكن تحشيها لانشون، ممكن تحشيها جبنة موزاريلا اللي يعجبك. والحشو ده الحشو التقليدي بتاعنا بتاع محلات الفول والفلافل. ده الحشو الفلافل يعني المتعارف عليه. هسيبيه بقى بعد ما يستوى، هسيبيه هتحطيه في طبق لغايه لما يبرد خالص، وهتحطيه في علبه مبغطه وتحطيها في التلاجة. هيقعد لك لمده اسبوع ما يجرالوش اي حاجه. كده هنحطه في طبق عشان يبرد شويه عشان نستخدمه. كده بقى هناخد نحشي الفلافل اللي لسه عاملينها بحبه من حشو الفلافل. هتاخدي حته عجينه تبططيها في ايدك، وبعدين تاخدي حته حته كده اهو تغطي بيها الحشو، وتقفلي عجينه الفلافل على الفلافل على الحشو عشان تقليها. دي واحده تانية. معروف الفلافل المحشيه بتبقى كبيره شويه. كده خلصنا الفيديو بتاعنا. يا رب يعجبك ونور رضاكي، وما تنسينيش في اللايك لو عجبك الفيديو، وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. دي كده الفلافل بصي محشية، بصي من جوه هشة وحلوة ازاي، ومن بره مخروشة وجميلة. شكرا على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امان الله.